فوائد بذور القاطونة. سيليوم هاسك. بذور القاطونة، وتعرف أيضاً باسم السيليوم بسيليوم، هي ألياف طبيعية تستخرج من قشور بذور نبات يعرف علمياً باسم بلانتاغو أوفاتا، وتستخدم هذه الألياف في الطب الشعبي والتغذية لعدة فوائد صحية، أشهرها دعم صحة الجهاز الهضمي. أهم الفوائد الصحية لبذور القاطونة: الأولى، تحسين الهضم وعلاج الإمساك. تحتوي بذور القاطونة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص الماء وتتحول إلى مادة هلامية تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، ما يجعلها فعالة جداً في علاج الإمساك المزمن. ثانياً، خفض الكوليسترول. تشير الدراسات إلى أن تناول القاطون بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ثالثاً، تنظيم مستويات السكر في الدم. تساعد الألياف الموجودة في بذور القاطونة على إبطاء امتصاص السكر، مما يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو مفيد بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني. الرابع، دعم فقدان الوزن. تعمل القاطونة على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يساعد في التحكم بكميات الطعام المتناولة، وبالتالي دعم برامج فقدان الوزن. الخامس، تعزيز صحة القولون. بفضل تأثيرها الملين والمنظف للأمعاء، تساعد بذور القاطونة في العضلات والسموم من القولون، وتقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل البواسير والتهابات القولون. السادسة، مناسبة للنظام الغذائي النباتي والدايت منخفض الكربوهيدرات، لأنها مصدر غني بالألياف وخالية من الغلوتين. يمكن استخدامها في وصفات الخبز أو المكملات الغذائية لمن يتبع حميات خاصة. إليك طريقة استعمال بذور القاطونة. السيل اليوم، سواء على شكل بذور كاملة أو مسحوق. نخالة القاطونة. أولاً، طريقة استعمال مسحوق أو نخالة القاطونة سايليوم هاسك. للإمساك وتنظيم الهضم، أضف ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة من المسحوق إلى كوب ماء أو عصير مل. حرك جيداً واشربه فوراً قبل أن يتحول إلى هلام. يفضل شرب كوب ماء إضافي بعده. يؤخذ مرة إلى مرتين يومياً حسب الحاجة. لفقدان الوزن، تناول قبل الوجبة 20 إلى 30 دقيقة مع كوب كبير من الماء. يزيد الإحساس بالشبع ويقلل الشهية. لمرضى السكري أو الكوليسترول، استشارة الطبيب ضرورية، عادة تؤخذ مرتين يومياً مع الطعام. ثانياً، طريقة استعمال بذور القاطونة الكاملة. تستخدم مثل المسحوق لكن تحتاج نقع مسبق. انقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب ماء لمدة ساعة إلى ساعتين أو طوال الليل. اشرب المزيج مع البذور أو صفها حسب الرغبة. نصائح مهمة. الأولى، اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتجنب انسداد الأمعاء. ثانياً، لا تأخذها مع الأدوية مباشرة. اترك فاصل زمني ساعتين على الأقل. ثالثاً، ابدأ بجرعة صغيرة ثم زدها تدريجياً حسب استجابة الجسم.